طيب، بعد ما حضراتكم سمعتم مني في الجزء الأول والتاني والتالت أنا إيه الأهداف بتاعتي بالظبط إن أنا يكون عندي قناة، إيه الأسباب اللي خلتني فتحتها، وإيه الحاجات اللي أنا حابة أعرضها من خلالها. أكيد أنا قلت لكم في الأول خالص، أنا هقول لكم أنا ليه بقى قلت كل الكلام ده. أول حاجة طبعا إن أنت حقك كمستمع أو متابع إن أنت تعرف هدف القناة دي إيه، بتعمل ايه، هتفيدني، موضوعاتها تهمني، موضوعاتها ما تهمنيش. وطبعا ليك مطلق الحرية انك تتابع او تشترك او تعمل لايك او ما تعملش اي رياكشن خالص لو هي مش عاجباك. كل واحد طبعا على حسب توجهاته واهتماماته في الحياة. تاني حاجة ودي اهم حاجة، هل حضرتك لاحظت معايا في الثلاث اجزاء ان انا قلت ان انا هشير مع الناس وهشاركهم حياتي الشخصية، خروجاتي، بخرج مع مين، قرايبي مين، معارفي مين، اصحابي مين، هل انا يعني انا حتى في مرة من المرات قلت ايه، ممكن اشارك العزومات اللي بعملها للمقربين مني. وبعدين رجعت بصراحة لقيت ان ده اختراق للخصوصية. يعني انا رايحة اتعزم عند واحدة صديقة ليا او عند واحدة قريبتي، ابص الاقي في كاميرا شغالة وانا مجبرة ان انا اتصور معاهم عشان هم بيعرضوها وبيستفيدوا منها او ما بيستفيدوش. لا طبعا دي اختراق للخصوصية. النقطة اللي انا عايزة اوصل لها ان يا جماعة مفيش سبب من اللي انا قلته ده كله بيقول ان انا ناوية اشو حاجة من خصوصياتي. فما ينفعش بقى ان انا الاقي في حد بعت لي في التعليقات، اللي الحمد لله انا براجعها تعليق تعليق، عايز يعرف حاجات عن حياتي الشخصية، سواء بقى ان انا اقولها في القناة او اقولها له او يعرفها هو شخصيا او هي شخصيا. لا، ده مش من حقك. إيه الخدعة والوهم اللي وهمتوا بيه نفسكم بتاع ايه؟ ما هم بيعرضوا حياتهم، ما هم بيورونا بيوتهم. لا، انا بوريكي من بيتي الجانب اللي انا عايزة اوريهولك، بوريكي من بيتي المطبخ اللي انا حاطة فيه او السفرة اللي انا حاطة عليها الاكلة اللي انا عملتها وعايزة اوريها لك. بوريكي من بيتي جزء من الحياة بتاعتي. يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا دايما بتكلم عنها القطط اللي عندي، لان انا من الناس اللي بتربي قطط بقالي سنين، فحبيت برضو يبقى فيه جزء من القناة اشارك معلومات عن القطط، بس طبعا المعلومات المؤكدة. فكل الحاجات اللي انا قلتها لحضراتكم دي حاجات انا حابة ان انا اشاركها عشان افيد الناس اللي هيسمعوا. لكن حضرتك بقى ملكيش دعوة محتوى القناة دي راجل متزوج، راجل خاطب، ست متزوجة، ست مخطوبة، أرملة، عندها أولاد قد إيه. الحاجات دي من الخصوصيات، لو أنا قلتها تمام، لو أنا ما قلتهاش مش مطلوب مني إن أنا أتكلم عنها. الرسالة دي واضحة ولا صعبة؟ صعبة بالنسبة لكم إن انتوا تفهموا الحتة دي؟ حضرتك مش من حقك تماما انك تعرفي غير اللي انا عايزه اعرفهولك، وبعرفهولك مش باخد رايك فيه. الحاجه اللي انا هبقى عايزه اراء الناس فيها هقول انا عايزه راي الناس في الجزئيه دي، اكتبولي في التعليقات كذا. لكن اي حاجه بقولها انا بقول معلومات، مش مطلوب ان حضرتك تبدي رايك. بقول حاجات عامه، مش مطالبه ان انا اقول اكتر منها. ده محتوى قناتي وده اللي انا عايزه اقوله ومش عايزه اقول غيره. ولو قررت ان انا اقول غيره دي بقى ساعتها هيبقى لها رولز وضوابط، يعني في ضوابط تانية للموضوع. يا رب الرسالة تكون وصلت وتكون الناس اللي بتسمع فاهمة صانع المحتوى دوره ايه، والناس اللي بيتابعوه برضو دورهم ايه. اتمنى الرسالة تكون وصلت، وشكرا.